السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. ان شاء الله نخش في الجزء الثاني من الدرس الخامس. درس يا جماعة النهارده مهم جدا، لذلك انا عايزكم تركزوا معايا علشان تقدروا تفهموه بسرعة. هو باختصار عبارة عن انك ازاي تتعامل مع التراكات او تفهم نظام التراكات. انت لو فهمت التراك ده بيتعامل معاه ازاي، تقدر تتعامل معاه بكل سهولة. فعلى سبيل المثال هنعمل مثلا insert فيديو تراك. طيب عملنا فيديو تراك عشان نقدر نحط عليه فيديو. عايزين نعمل كمان فيديو تراك. خد بالك انت اصلا ممكن تشد الفيديو على طول وتحطه، فهو هينشئ لك تراك لوحده. لكن انا بعرفكم طرق البرنامج. طريقك انك تعمل تراك، كليك يمين وتقول له ايه انسيرت فيديو تراك. كده احنا عندنا تراكين. تمام. نعمل بقى امبورت ميديا. جميل قوي. فلنفترض ان انا الاولانيه هاخد مثلا الفورست اوب. خلاص جاري الاحضار دلوقتي. اهو دلوقتي ايه حطها لي هنا. مش عايزها كلها، انا عايز بس مثلا جزء بسيط. فاعمل اوبن ان تريمر، ولنفترض ان انا هاخد مثلا لحد هنا. اوكي ماشي. اقوم جاي ساحب، عفوا تاني، هاخد مثلا لحد هنا. اوكي هقوم جاي ساحب وحاطط هنا عندي. خد بالك المقطع اصلا كان فيه صوت شغال معاه صوت. انا في التريمر عشان شغال معاه صوت، هو عمل لي جاب لي الصوت هنا وفتح لي اوتوماتيك تراك للصوت. طيب انا مش عايز تراك الصوت، هضغط عليه واتاكد ليت. قبل ما اتاكد ليت لازم اعمل يو، يعني ان جروب. تك على يو علشان ما يمسحليش الاثنين. لو جابت كده ماسح. طيب بالنسبه لتراك الصوت نفسه برضه انا مش عايز تراك الصوت، هقول له مثلا ايه ديليت. اوكي وانا كده ايه مسحت. نعمل بقى كمان امبورت. ممكن ناخد مثلا ده ساندر ونقول له ايه اوبن برضو في التريمر، اوبن ان تريمر. اوكي ونفترض ان انا عايز مثلا الجزء ده. اوكي اقوم جاي ساحب وحاطط هنا. نفس الحكايه فتح لي صوت، انا مش عايز الصوت. هضغط على الصوت، تك حرف اليو، بعدين ديليت، وبعدين امسح التراك بتاع الصوت. جميل قوي. نطلع فوق من هنا كده. كده اذا انا عندي دلوقتي تراكين. تراك للفورست من غير صوت، وتراك للساندر من غير صوت. طيب انا دلوقتي واقف على الفورست. ليه الفورست بس اللي جاي؟ ليه مش جاي التراك بتاع الساندر او بتاع الرعد؟ لسبب بسيط، ان التراك اللي فوق مين؟ اللي فوق هو اللي بيظهر الاول يا جماعه. فانا عندي التراك الاولاني منه فوق مداري على اللي تحت. لو انا عايز ابان اللي تحت ممكن اجيب دي شويه كده. بص دلوقتي هو باين الساندر. ليه؟ لان دلوقتي التراك بتاع الفورست راح بعيد شويه. فكده انا ماشي بيعرض رعد. بيعرض رعد. اول ما اخش هنا عرض الفورست وما عرضش الرعد. ليه؟ لان الرعد دلوقتي تحتيها، وما دام هي تحتيها اذا هي مش باينه. تمام. اوكي فلنفترض مثلا هنا ممكن مثلا اعمل تراك تاني الفيديو insert فيديو تراك. هاخد مثلا نخلي الساندر هو اللي فوق. ماشي كده الساندر هو اللي فوق. يبقى هو في الاول هيقعد يعرض الفورست الغابة، بعد كده يخش يعرض الساندر، ومش هيعرض الغابة لان هي تحتيها فمش باينة. تعالوا مثلا نعمل كمان امبورت مثلا. على فكرة ده مشروع صغير، انك ازاي تعمل فيديو كليب صغير، فانا بساعدكم عشان لو فهمتوا الفكرة تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. هناخد مثلا حاجتين. هناخد مثلا البيلدينج اب، وهناخد معاها ممكن الابك، او خلينا الابك افضل. نتك اوبن حضرهم لي الاتنين. هناخد الاولاني بيلدينج اب. طبعا البيلدينج اب ده طبلة معزولة، طبلة من غير اي حاجة. اوكي اما الابك موسيقى معزولة من غير حاجة. عشان نشغل الاتنين على بعض هنعمل هقوم جاي مثلا شغال، اشد ده احطه هنا. جميل. تراك الاوديو احنا نسينا نمسحه، فهنمسح تراك عفوا تراك الفيديو. ديليت تراك. نصغر من هنا شوية عشان نشوف التراكات. نطلع فوق شوية زي ما احنا قلنا ازاي توسع لنفسك مجال انك تقدر تشتغل. جميل جدا. كويس. ممكن بقى ناخد الابك نحطها تحتيها كده، هيعرض الاتنين مع بعض. ليه؟ لان الاتنين بادئين، فهو ماشي هيعرض دي الصوت وهيعرض ديت معاه. بص طيب
احنا مش عايزين كده. عشان نعمل مثلا فيديو شكله كويس احنا عايزين نبدأ بالطبلة. تمام. شايف الطبلة طول ما انت ماشي، ركز معايا، الطلعة ديت فيها ذبذبة. الذبذبة ديت كل ما تكبر اذا الصوت هنا عالي. يعني شوف هنا الذبذبة عالي قوي، ليه الصوت هنا عالي؟ الذبذبة هنا شوية قوي، ليه؟ لان الصوت هنا واطي. فكرة الايكولايزر بالظبط نفس الفكرة. هنا بيبدأ في الذبذبة صوت عالي وبعدين ينزل الصوت واطي. فانا عايز مع الصوت بيبقى واطي واطي واطي، مع اول ذبذبة يبدأ معاه التراك التاني. فهمت الفكرة؟ يبقى هيفضل ماشي كده معايا. ايوه جميل. عايز بقى الفيديو يبدأ يعرض معاه من اول ما يبدأ، يعرض معاه الفورست. طول ما هو ماشي هيقعد يعرض الفورست. ماشي. عايز يعرض الصندر مع الطلعة التانية. شوف في هنا ذبذبة برضو، بص اسمعها الاول كده. ماشي الاول عادي، بعد كده هيجي عند الذبذبة والصوت يعلى. سمعت الصوت عالي، فاحنا عايزين نيجي هنا ونقوم جاي بادئين الصندر. اوكي. شوف بقى النتيجة النهائية دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. يا رب تكونوا فهمتم الفكرة. مجرد بس انت ما بتفهم الفكرة هتبدأ تشتغل براحتك زي ما انت عايز. افضل طريقة او السنس بتاع الفيديو ان انت بتشوف فين الذبذبة العالية، ومع الذبذبة العالية وتقوم جاي داخل بمشهد جديد. فانا هنا بفضل ماشي ماشي ماشي. والله في هنا مثلا الذبذبة عالية، خلاص من اول الذبذبة هبدأ احط مشهد جديد. المشهد ده اللي هيبتدي مع الذبذبة دي، زي ما بقول لكم المؤشر ماشي بيعرض اللي قدامه. ماشي. ممكن طبعا نطول ده شوية، فممكن احنا ناخد تاني بيلدينج اب ونشده ونحطه جنبه ونقوم جاي مدخلين دي في دي يعمل فيدنج على بعض. يبقى احنا طولنا شويه الموسيقى او ضعفناها. برضه شغال موسيقى طبلة. بس اتمنى ان انتوا بس تكونوا فهمتوا الفكره. مجرد ما تفهم الفكره هتقدر تعمل العمل اللي انت عايزه.